السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أمي براس. اليوم إن شاء الله جبت لكم طريقة صنع معجون البخور اللي راهو داير حالة، واللي طلبته مني شحال من وحدة، مع أني درته بطريقة المرة اللي فاتت في القناة، لكن راح نعاودو بطريقة ومكونات أخرى. إن شاء الله يعجبكم. اللي راهي تزور فيها أول مرة على القناة، ما تنسيش حبيبتي الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس وضغط اللايك باش يوصلك كل جديد. ونبداو على بركة الله بعد ما نصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش نحتاجو في الوصفة نتاعنا؟ نحتاج إلى بخور، غبرة نتاع بخور، سواء نجيبو بخور نرحوه ولا نجيبو صفاية ونبقى نخرجوا الغبرة هذيك تاع البخور في زوج يصلحوا. انا خلطت بيناتهم، عندي المرحي وعندي الغبرة. بعدين نضيف عليه القليل من المسك الاسود ولا تحبوا المسك الابيض، المهم تكون رائحتهم قوية. نضيف ايضا بعض العطور الزيتيه اللي ديما نستخدمهم في الوصفات نتاعنا. انتم خيروا العطر اللي حبيتو. انايا خير عطر مسك الكعبه، هذا عطر هايل. نتوما تخيروا صبايا، خيروا مريم، خيروا عطور شرقيه غربيه كما تحبوا. عندي ايضا هنايا جال لوفيلا عنده رائحه رائعه ويرطب الجسم هايل. عندي ايضا زيت، القليل من زيت الجليسيرين باش يعطيكم ترطيب للجسم. تشروه من عند العشاب، من عند الكوسميتيك، حتى من عند الفارماسي يتباع. عندك هنايا اي عطر حبيتي اي ريحه حبيتي ديريها، تقدري تستغني على هذه الخطوه، لانك اذا زودتي العطور تقدري تستغني على الخطوه نتاع الريحه. انا حبيت ندير من هذه، عندي شويه من تاع اولمبيا حبيت نديرها في هذا الكاس. واش عندي درت هنايا هذا نص كاس تاع شاي سكر، زائد نص كاس تاع شاي ماء، حطيتهم يغلوا حتى نهزوا، بدات تجي هذيك الرغوه، غلقت عليهم وخليتهم يرتاحوا. كي يرتاحوا ولا شفتوا الخليط كيفاش راهو خاطر. درك الخليط نتاعي راهو برد شويه، شوفوا كيفاش راهو خاطر. نبقى نضيف بشويه بشويه حتى نتحصل على عجينه متماسكه شويه كيما هكذا. بعدين بعد ما نتحصل على هذه العجينه المتماسكه، راح نزيد شويه قطاره. القطاره تقدروا تزيدوها قبل ولا بعد، ماهيش مشكل، نزيد شويه وتقدروا تستغنوا عليها. اللي ما تحبش القطاره قوي قوي تضيف العطور بزايد وما تضيفش القطاره، واللي تحب تخلطهم هكا كيما درت انا عادي جدا، لان راح تعطيك رائحه بخور قويه. نزيد شويه برك من العسل نتاعي هذيك. المهم هذا العسل لما ديروه لازم كي تخلوه يبرد، ما يجمدلكمش وما يبسش يولي حجره هكاك، تعرفوا بلي العجينه نتاعكم ولا المعجون نتاعكم راح يخرج لكم ناجح وصحيح. اما اذا كان يبسلكم اعرفوا باللي راح من بعد راح يبس ويفسد لكم المعجون نتاعكم، وهكذا تتحصلوا على قوام عجينه يكون شويه جاري. المهم نجيبوا الكيس بلاستيكي هكذا باش نحطوا فيه المعجون نتاعنا. تقدروا تدهنوا الكيس بلاستيكي باش ما يلصقش المعجون، تقدروا تدهنوه شويه بزيت عطري من هذوك الزيوت هذوك العطريه، وتحطوا المعجون نتاعكم. وتقدروا ديروا هكذا كما راني درت انا مباشره بلا ما ندهن، حطيت وخلاص. عفوا. المهم تفرغي المعجون نتاعك وتغلفيه، لازم تغلفيه كيما هكذا بهذه الطريقه وتستحفظي عليه. وقد ما يقعد المعجون قد ما تزيد الرائحه تقوى، يعني راح تدخل الرائحه والروائح هذوك رايحين يدخلوا في يتشربهم المعجون عفوا البخور نتاعك، وراح تولي الرائحه اقوى واكثر فعاليه. راح نديروهم هكذا في كيس البلاستيكي وتجمعوهم تعقدوهم ولا ديروهم بابيون ولا كيما حبيتوا نتوما، تقدروا تبدعوا في هذا الشيء. المهم وتتحصلوا على العجينه تكون هكا شويه دايره. بعدين شوفوا هنايا كيفاش راهي ولات خليتها شويه، جمدت شويه بصح. شوفوا تبقى دائما طريه، ماهيش راح تيبس لكم ابدا ابدا، خاطر قداش الوحده دير المعجون ويبسلها. وهكا تقدروا طريقه الاستعمال نتاعو كيفاش. راح تجيبي قبل تجيبي شويه معجون من المعجون، بعد ما تكملي الاستحمام نتاعك ديري في سطل تاع الماء وتشللي به الجسم نتاعك كامل، وراح تتحصلي على رائحه في جسمك رائعه، رائحه البخور، رائحه نظافه ما شاء الله. المهم ديروا لي لايك يا جماعه بليز، ما تنسونيش من هذاك اللايك باش يطلع الفيديو يستفادوا كامل. وهنا بعد ما خليته شويه شوفوا كيفاش زاد قعد وزاد شد روحهم، بصح ابدا ماهوش رايح يبس. هذه بالنسبه لوصفه اليوم، ان شاء الله تجربوها وتحطوا لي آراءكم وتعليقاتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى في وصفة أخرى مع أم نبراس.